إشاعة واحدة ممكن تقتل. إحنا بنستهين بالكلمة وبنقول إنها مجرد هوا بيطير، لكن الحقيقة إن الكلمة في ظروف معينة بتبقى أمضى من السيف وأسرع من الرصاصة. التاريخ مليان بقصص ناس خسرت حياتها وسمعتها ومستقبلها مش عشان هم عملوا حاجة، لكن عشان حد قرر يطلع إشاعة، والناس قررت تصدق وتشارك في الجريمة بدم بارد. في أحداث محاكمات الساحرات في سالم اللي حصلت في أمريكا سنة 1692 واللي اتكلمنا عنها قبل كده، في ناس كتير اتعدموا واترموا في السجون بتهمة السحر. المرعب ان ما كانش في دليل حقيقي واحد ولا شاهد عيان شاف حاجة. كل الحكاية بدأت بشوية إشاعات طلعت من كام بنت مراهقة بدأت تنتشر زي النار في الهشيم. المجتمع وقتها بدل ما يدور على المنطق قرر انه يفتح ودانه للقيل والقال لحد ما بقت حياة البشر أرخص من الكلمة اللي بتتقال عليهم. الخوف وقتها بقى هو الدليل، وفي اللحظة اللي بتفقد فيها الأمان عقلنا بيلغي أي تفكير منطقي وبيتعامل مع أي إشاعة وكأنها حقيقة مطلقة. عارف ليه الإشاعة بتنتشر أسرع من الحقيقة بمراحل؟ في دراسة لجامعة MIT سنة 2018 اكتشفوا إن الأخبار الكاذبة والإشاعات بتنتشر على السوشيال ميديا أسرع ب6 مرات من الحقيقة، والسبب نفسي بحت. الحقيقة غالبا بتكون مملة وهادية، لكن الإشاعة دايما صادمة وبتلعب على مشاعر الخوف أو الغضب. الدماغ البشري فيه حاجة اسمها الانحياز للسلبي. احنا مبرمجين من أيام إنسان الغابة إننا نهتم بالأخبار اللي بتهدد أمننا. فلو حد قالك الأسد جاي، عقلك مش هيستنى يتأكد من صحة الخبر، هو هيجري الأول. ودي الثغرة اللي بتدخل منها الإشاعات. التاريخ مش بس فيه سالم، التاريخ فيه كوارث أكبر بكتير بسبب كلمة. سمعتوا عن إشاعة طوابير العيش في روسيا سنة 1917؟ إشاعة بسيطة انتشرت إن الدقيق هيخلص من المخابز خلت الستات ينزلوا الشوارع في مظاهرات مرعبة. المظاهرات دي كبرت لحد ما سقطت الإمبراطورية الروسية بالكامل وغيرت خريطة العالم ومات فيها الملايين. كلمة واحدة حركت ملايين البشر في لحظة غضب وغياب وعي. الإشاعة ما كانتش محتاجة برهان لأنها كانت بتغذي حالة الرعب اللي جوه الناس، وده هو الخطر الحقيقي. لأننا لما بنخاف بنبطل نسأل إيه الصح وبنبدأ ندور على أي حد نرمي عليه اتهاماتنا عشان نحس إننا مسيطرين على الموقف. الكلمة هنا ما بقتش وسيلة تواصل، بقت مشنقة. عارف إيه اللي بيخلينا نشارك في القتل ده واحنا مش حاسين؟ حاجة اسمها التحيز التأكيدي. لو انا بكره شخص معين وسمعت عنه إشاعة وحشة، عقلي بيصدقها فورا من غير تفكير، مش لانها حقيقة بس لانها جت على هوايا. احنا بنصدق اللي بيأكد وجهة نظرنا حتى لو كان كذب، وبنرفض الحقيقة اللي بتعارضنا حتى لو كانت واضحة زي الشمس. دلوقتي فكر في آخر إشاعة سمعتها، صدقتها ليه؟ هل علشان شفت دليل ملموس، ولا علشان كانت ماشية مع مخاوفك، ولا علشان الكل كان بيقول كده؟ افتكر دايما ان الكل بيقول دي مجرد حالة من الهستيريا الجماعية. نقل الكلمة في وقت الأزمات مش مشاركة معلومة، ده اشتراك في جريمة ممكن تدمر بيت أو تقطع عيش حد أو حتى تنهي حياته نفسيا. فكر كويس قبل ما تنقل كلمة أو تساهم في نشر خبر ما تعرفش أصله، لأنك بكلمة بسيطة أو بضغطة شير ممكن تكون بتبني مشنقة لشخص بريء وانت مش حاسس. الحياة غالية والكلمة أغلى، تستخدمها علشان تبني مش علشان تقتل. سلام.